السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد إن شاء الله غادي نتكلموا فيه على سفيان الرحيمي، والخبر العاجل اللي غنقدمه لكم هو أن سفيان الرحيمي غادي يكون متواجد في اللائحة النهائية المختارة من طرف وليد الركراكي في الوديات ديال مارس اللي غتقام في هذا الشهر هذا. اختيار يعني جا يعني باستحقاق من طرف اللاعب اللي قدم مستويات كبيرة طيلة المشوار الكروي ديالو، لا مع الرجاء ولا مع العين الإماراتي. سفيان الرحيمي اللي لعب مقابلة البارح، مقابلة بطولية، مقابلة ريفيرونس اللي تخلينا أننا نقولوا بأن سفيان الرحيمي كيستحق أنه يتواجد. لاعب اللي تقدر تعول عليه باش أنك تنوع من أسلوب اللاعب، لاعب اللي تقدر أنك ديرو في بنك احتياط ويدخل ويدير يقلب لك الماتش، لاعب اللي يقدر يعطيك الإضافة، لاعب سريع، لاعب مهاري، لاعب اللي كيقدر أنه يلعب في المساحات، يقدر يلعب في المرتدات، يقدر يعاونك بزاف في عملية ديال الانتقال من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه بالسرعه ديالو، بالتمركز ديالو، يقدر انه يخلق الفارق. سفيان الرحيمي اللي قدم مستوى عالي وعالي بزاف البارح ضد النصر السعودي، وحنا كنعرفوا انه شكون هو النصر السعودي، المدجج بالعناصر الكبيره والمجربه بحال كريستيانو رونالدو، بحال ساديو ماني، بحال اوتافيو، بحال بروزوفيتش. هادو اسماء كبيره اللي ملي كتلعب ضدها يعني كتبين على انك عندك في الجعبه ديالك، عندك ما تقدم المنتخب الوطني المغربي. لاعب اللي كيستحق انه يتواجد، وطالما اننا الحين على التواجد ديال الرحيمي كلاعب يعني خصو ياخذ الفرصه ديالو، لانه عنده ما يفيد وعنده ما يقدم للمنتخب الوطني المغربي. لاعب اللي يقدر انه كما قلت انه ينوع من اسلوب اللعب ديال المنتخب الوطني المغربي، خاصه ان الا تذكرنا جيدا ان ضد منتخب جنوب افريقيا كنا كنحتاج لواحد اللاعب لانه سريع، اللي كيجيد التحرك في المساحات باش انه يهبط من البلوك ديال جنوب افريقيا في الشوط الثاني، لكن ما لقيناش هذاك اللاعب، وبالتالي لقينا مشكل مع جنوب افريقيا اللي تغلبوا علينا يعني بالكره. سفيان رحيمي كخبر عاجل، ما بغيتش نطول بزاف. سفيان رحيمي غادي يكون حاضر في اللائحه النهائيه ديال وليد الركراكي اللي غتكون في الوديات ديال مارس في هذا الشهر هذا. هذا كان فيديو خفيف ظريف، ونشوفكم في فيديو اخر. يعني كما سبق الذكر اننا كنا سباقين باش اننا قلنا ان ابراهيم دياز غادي يكون، انه غادي يختار المنتخب الوطني المغربي. يعني رجعوا للفيديوهات غتلقاو ان الفيديو الوحيد اللي كان في تاريخ يعني متاخر وكيهضر على ان ابراهيم دياز اختار المغرب هو الفيديو اللي حطيت انايا، كان من مصدر موثوق. وهذا الخبر ديال الرحيمي كان من مصدر موثوق. كنتمنى منكم انكم تشتركوا في القناه، وانكم تفعلوا زر الاشتراك، وديروا جيم، وديروا شي تعليق زوين تخليوه لينا. هذا كان فيديو خفيف ظريف، ونشوفكم فيديو اخر ان شاء الله.